الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه يبالغ في الإعلاء من مصالح بلده في الآونة الأخيرة، طبعا يعني هذا ليس ذم، هذا بالعكس جزء من المديح للأمير محمد بن سلمان. إذا كان يعلي مصلحة بلده فيا سيدي أهلا وسهلا ومرحبا. بالفعل يعني الأمريكان ليش مزعوجين أنه الأمير محمد يعلي من مصالح بلده ويبالغ في إعلاء هذه المصالح؟ ما هو مؤتمن على الدولة السعودية بعد أبيه، وهو بالتالي يعتبر نفسه خادم للشعب السعودي ويجب أن يخدم المصلحة السعودية، وبالتالي الرجل يحاول قدر المستطاع أن يحافظ على مصلحة بلده. لا تبالغ السعودية بالعواطف، يعني اللي رايح كما يقال بالطوشة ومحسب العلاقات السعودية وبطولات روسيا. السعودية ولا فيها ذلك العهد في مصالح، أوكي، في صداقة شخصية مع بوتين ضمن حدود، في علاقة مع ترامب، في علاقة مع بايدن، في علاقة مع فلان. السعودية تبحث عن مصالحها، تبحث عن علاقة، تبحث عن شراكة، مش عن تبعية. مش تبعية، العلاقات بين الدول مش تبعية. طبعا الدول اللي بتحترم حالها